هي قررت ان هي تستغل النقطة اللي ماسكاها على غالية، وهي ان هي سرقت نعومي في بيتها وهددتها وقالت لها قولي لي نعومي ناوية على ايه وهي فين دلوقتي وفاقت من امتى. هي غالية في الأول الصراحة بتنكر إن هي أصلا تعرف أي حاجة عن نعومي، علشان طبعا عارفة تيا وعارفة هي ممكن تعمل إيه. ولكن لما بتشوف الفيديو وتيا بتهددها إن هي تنزله على السوشيال ميديا وتفضحها، بتعترف لها إن نعومي فاقت من حوالي أسبوع، وإن هي دلوقتي بتفكر بس إزاي تاخد حقها. هي بتقول لها طبعا بعد كده انت هتقولي لي كل تحركاتها وهي ناوية على إيه، وإلا هتلاقي بدل الفيديو ده 100 فيديو بينزلك على السوشيال ميديا وتتفتحي. تبدأ تيا دلوقتي تفكر وتخطط علشان نعومي، ونعومي تفكر وتخطط علشان تيا. نرجع تاني للمشهد اللي ادهم راح فيه لتيا وقال لها يا تيا انت حربايه وبميت وش وبتكدبي عليا. هي بتقول له فهمني يا ادهم في ايه، انا ما عملتش حاجه، انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه اصلا. فبيقول لها انت اللي بعتي التحاليل لبابا وقلتي له ان انا باخد منشطات. فهي بتقول له طب وانا هعمل كده ليه، انا معاك خطوه بخطوه. عملت كده اكيد نعومي. فبيقول لها يا سلام، نعومي دلوقتي فاقت من الغيبوبه وراحت بلغت ابويا. فعبد الله طبعا بيقوم يقول له ايوه يا ادهم نعومي فاقت. بعدها تيا بتقرر ان هي تروح البيت عند نعومي علشان تقابلها. فالحارس بيقول لها ان مفيش حد موجود وان ست نعومي لسه في المستشفى. فبتقوم رايحه لها المستشفى وتحاول ان هي برضو تقابلها، ولكن الممرضه بتقول لها ممنوع الزياره خالص ومش هينفع تدخلي لها، تقول لها اتفضلي امشي من هنا. والممرضه بعد كده بتقوم متصله باستاذ يوسف اللي هو والد نعومي، وتقول له ان البنت اللي انت وريتني صورتها جت وسالت على نعومي، ولكن انا قلت لها زي ما احنا ما اتفقنا. بعدها ابو نعومي بيتصل بيها وبيقول لها ان تيا كانت بتدور عليكي. ساعتها نعومي بتتاكد ان تيا عرفت ان هي فاقت، وبتكون قاعدة مع يونس وغالية. فبيقولوا طب يا ترى عرفت منين، مين اللي يكون قال لها؟ احنا بس اللي عارفين، هيكون مين يعني اللي قال لها؟ انا ويونس وعبد الله. ايه ده، عبد الله مش معانا؟ معقولة يكون هو اللي قال لها؟ فنعومي بترد تقول لها لا، انا مش هينفع اظلمه، لازم اتاكد ان هو اللي قال لها ولا لا الاول. بعدها هنا بتبلغ دكتور حازم ان هي قررت ان هي تتبرع لنادين، وده لان هي حست ان مش هينفع ان هي تخسر اختها واهلها، على الاقل تحس ان ضميرها مرتاح، رغم ان كان نفسها ان اهلها يحبوها بدون ما يحسوا ان هي لازم تعمل مقابل للحب ده. بتروح البيت وبتقعد مع باباها ومامتها وبتقول لهم انا قررت ان انا اتبرع لنادين. فهم بيحضنوها ويبوسوها ويقولوا لها حبيبتي يا بنتي ربنا يخليكي لينا ومش عارفه ايه. فهي بتقول لهم انا اهم حاجه عندي انتوا في الدنيا، مش عايزاكم تكونوا زعلانين مني والله بس. وبيقولوا ان خلاص هنعتبروا كل اللي فات ده زي وزة شيطان وخلاص، وراحت لحالها. بعدها نعومي بتقرر ان هي تروح لملك في البيت وبتقول لها ان هي عايزه تقعد تتكلم معاها، وبتقول لها حاولي تصدقيني او تسمعيني، انا في يوم من الايام انت كنتي زيي بالظبط واكيد هتحسي بيا. فاكره لما كان كله مفيش حد مصدقك؟ فبتقول لها ايوه تمام، بس انا كنت سهل جدا ان انا اثبت ان انا بريئه، عادي جدا، لان انا ما ببقاش فعلا عملت حاجه. انما انت يا نعومي بترمي كل حاجه دلوقتي على تيا، والصراحة النقطة دي تخليني ان انا اقلق منك. فنعومي بتقول لها انا هكلم حد دلوقتي مش من مصلحته خالص ان هو ولا يكذب عليكي ولا يكذب عليا، وهو اللي هيقولك الحقيقة. فبتتصل بيونس وبتفتح السبيكر وبتقول له خد كلم ملك. فبيكلمها يونس وبيقول لها ملك فاكرة الملف اللي احنا شفناه في عيادة دكتور فرويد؟ فبتقول له ايوه. كمان نعومي بتقول لها ان هي كانت بتكلم جدتها كل يوم لما كانت هربانة من البيت وبتطمنهم عليها، ولكن لما كانت بتطلب عنوانها كانت مش بترضى تقول لها ان تيا كانت عايزة تعمل هاك لتليفون جدتك ولكن ما عرفتش علشان تليفونها قديم. بعدها ملك بتقول لها خلاص تمام ماشي، انا قررت ان انا اساعدك، ولكن لازم تعرفي حاجة، ان انا لو اتأكدت ان انتي بتكذبي يا نعومي انا هقول لتيا كل حاجة ومش هصدقك تاني ابدا. بعدها تيا بتروح البيت وبتقول لباباها ثواني يا بابا والاكل يكون جاهز، ولكن بتتفاجئ ان مرات ابوها رجعت البيت تاني. اول ما بتشوفها وشها طبعا بيتغير جدا. فتيا بتروح لباباها وبتقوله ايه ده، هي رجعت امتى وازاي؟ فبيقول لها جرى يا تيا مالك في ايه، انتي بنتي حبيبتي، بس هي برضو مراتي وام بنتي، وما ينفعش اختك تتربى بعيدة عننا. فهي بتقوله طب ما انا اتربيت بعيد عنك وكنت اصغر منها كمان، ولا انا ما كنتش فارقة معاك؟ فبيقول لها جريت يا مالك، هي دي اللي كنتي بتعيطي علشان تخليني اروح ارجعها؟ دلوقتي مالك متضايقة ليه؟ فبتسكت كده وبتقوله خلاص انا اسفة، وبتسيبه وبتمشي.
بعدها تيا بيجيلها تليفون من ملك وهي بتقول لها ان هي اتخانقت تاني مع جدتها وسابت البيت. ولكن تيا المرة دي بقى بتقوم شخطة فيها وتقول لها انت غبية، وتقوم قافلة السكة في وشها. بعدها هنا بتكون بتستعد علشان هتدخل العمليات، وحازم جنبها بيكون بيطمنها، ولكن بيجي لهم الدكتور وبتبقى قلقانة قوي. فالدكتور بيقول لها ان بعد العملية مش هتحس بأي حاجة، هو مجرد ألم كده وهيروح بالمسكن يومين 3 وخلاص يعني. ولكن بعد الدكتور ما بيمشي بتقول له حازم، انا عارفة ان انا ممكن يحصل لي اي اعراض تانية خالص من العملية، ولكن انا عايزاك تبقى جنبي، اديك شايف انا لوحدي دلوقتي ازاي. في نفس الوقت اللي بيكون فيه ملك ويزن بيسجلوا الاغنية بتاعتهم الجديدة، فملك بيبقى باين عليها ان هي الصراحة متغيرة. فيزن بيقول لها مالك في ايه؟ فبتقول له انا الصراحة بفكر لو نعومي ممكن تكون مظلومة. فيزن بيقول لها لا، نعومي مش شبهنا، ونعومي مش مظلومة، نعومي بتاعت بابي ومامي وكده يعني. فبتقول له هو كل واحد يعني بيقول بابي ومامي يبقى شرير يعني؟ فبيقول لها اه، تيا شبهنا، تيا انا اللي اول واحد رحت اتعرفت عليها عكس نعومي خالص. وبعدين بيقول لها بلاش بقى تفكري في الموضوع ده علشان خلاص الموضوع ده خد ازيد من وقته. وبعد ما هنا بتفوق من العملية بتلاقي نفسها لوحدها، ولا باباها ولا مامتها قاعدين جنبها، ولكن تيا بتروح لها وبتضرب على الحديد وهو سخن. بتقول لها ده انت حتى لو متبرع بدافعين له فلوس كانوا زمانهم دلوقتي جم اطمنوا عليه وشكروه. انا مش عارفة انت ازاي سايبة نفسك كده، انت لازم تاخدي حقك يا هنا، ما ينفعش السلبية اللي انت فيها دي خالص. وبعدين وهي سايباها وبتمشي بتقابل دكتور حازم وبتقول له يا ريت تفضل جنبها، اديك شايف هي لوحدها ازاي. وهنا بعد كده بتفتكر كل اللحظات من وهي صغيرة، ازاي كانت مامتها بتعاملها هي وباباها بالتفرقة ما بينها وما بين اختها نادين، وبتصور فيديو وبتقول فيه ان هي اتظلمت كتير جدا من اهلها، ما كانوش قادرين يعدلوا ما بين الأختين، وإن هم ضغطوا عليها عاطفيا وابتزوها علشان خاطر تعمل العملية ديت وتتبرع لأختها. حتى بعد العملية محدش فيهم اطمن عليها، وقررت إن هي بعد كده خلاص مادام هم اختاروا أختها هي كمان هتختار نفسها وبس. وبعدين يزن بيقرر ان هو يواجه ملك ويقول لها قوليلي يا ملك لو انت في اي مشاعر من ناحيتك ليا انا ولا لا. لو مفيش قولي، ولو في قولي، لو مفيش خلاص انا هكون ليكي اخ وبس، اما لو في فانا هديكي عينيا. فملك بتقوله ان هي لازم تمشي وبتسيبه فعلا وبتمشي من غير ما ترد عليه. بعدها تيا بتكلم ملك وبتعتذر لها ان هي اتعصبت عليها الصبح في التليفون، وبتقول لها معلش اصل انا في مشاكل مع بابا وماما. فملك بتقول لها ان هي تسرق الباسبور بتاعها وهتيجي تقعد معاها يومين قبل ما تسافر. في نفس الوقت نعومي بتروح ليزن علشان تقنعه وتثبت براءتها، وفي نفس الوقت يونس بيروح لأدهم علشان يفهمه إن تيا كدابة وإن نعومي مظلومة. ونعومي بتقول ليزن إن ملك في الوقت اللي كانت فيه في بولاق كانت أقرب واحدة ليها كانت تيا، واسأل ملك كمان قول لها مين اللي قالك كلمي يونس، ومين اللي قالك افضلي كملي معاه علشان تفضلي مكملة في السيناريو بتاعك انتي ويونس. لما يونس بيبدأ يتكلم مع أدهم وبيقوله إن الملف طلع عليه الاسم بس اسم نعومي، ولكن البيانات كلها اللي جوه بيانات تيا، فبيقوله لما هي تيا بالذكاء الخارق ده ليه ما غيرتش البيانات كلها، أو ليه ما سرقتش الملف نفسه وسابت بس اسم نعومي. يونس بيقوله صدقني يا أدهم، الأكاونت اللي بعت لمايا رسالة هو نفس الأكاونت اللي بعت لباباك إن أنت بتاخد منشطات، وان تيا هي اللي بعتت لمايا رسالة وقالت لها تعالي قابليني علشان نقعد نتكلم، وهي اللي كلمتها اخر واحدة. ولكن ادهم بيكون ثقته في تيا كبيرة جدا، وبيقول له بقول لك ايه، انت ولا تجيب سيرة مايا ولا تجيب سيرة الحادثة ولا تجيب سيرة تيا، واحنا خلاص مش هنعرف بعض تاني ولا في حتى موضوع شراكة ما بيننا. وتيا بتروح تستأذن سماح مرات أبوها وبتقول لها إن في واحدة صاحبتها هتيجي تقعد معاه يومين كده، فبتقول لها اه طبعا تيجي تنور. فبتقول لها اه طبعا ماشي، اصل انا بس كانت ماما مش بترضى اوقات ومش عارفه ايه، بس انا قلت لبابا وبابا قال لي اوكي. فقامت قالت لها اه طبعا تيجي تنور عادي، وكل حبايبك يجي ينوروا عادي مفيش اي مشكله. ولكن لما نعومي بتروح البيت بتلاقي تيا قاعدة في أوضتها. ولحد هنا بتنتهي أحداث الحلقة. اللي كتبت الفيديو ده وملخصته وسمعته بصوتها هي فاطمة عادل، ده اللي هي أنا. وما تنسوش تتابعوني لو عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات، أو لو عايزين تعرفوا أي ملخصات تانية. سلام.